تفتكروا التكنولوجي حاليا والاي اي واخد البنوك ورايح على فين؟ من فتره مش بعيده قوي كنت عشان تروح تفتح حساب في اي بنك بتروح تملى ابلكيشن عند موظف وتروح على الموظف اللي بعده تديله الاوراق بتاعتك واللي بعده يراجع الاوراق واللي بعده يفعل الحساب واللي بعده ياخد الايداع وينشط الحساب مثلا. اخر حاجه يا فندم، حضرتك هتملى الطلب ده، هتكتب اسمك اليوباعي ورقم التليفون وش وظهر اي معميات، وهتكرر العمليه دي 35 ميه. بتعدي على 4 أو 5 موظفين. الاقسام دي بالكامل او ال5 موظفين اللي انت عديت عليهم البنوك مش محتاجه لهم، كل ده بيتم اوتوماتيك عن طريق الاي اي. غير انه في بعض الدول بتربط كل شيء عن طريق رقم الهويه بتاعك فقط. يعني رقم الهويه بتاعك يجيب لي تقاريرك، تاريخك ايه في البلد، يجيب لك فصيله دمك ايه، يجيب لي كل شيء عنك في ملف واحد. فانا مش محتاج اسالك على كل البيانات دي عشان اخد كل بياناتك الاساسيه. ولكن يظل برضو في عامل مهم جدا وهو المراجعه البشريه عشان منع الاحتيال. بخصوص الاحتيال، تعالوا كده اوريكم الاي اي وصل لفين حاليا. الاي اي بدا يحلل اصوات المحتالين او الشخص المحتال اللي ممكن يكون بيتصل على البنوك او بيتصل بشكل عام او بيتواصل، او بتستخدمه الشرطه احيانا انها تتعرف على شكل المحتال ده من صوته فقط. تعالوا كده اوريكم الفيديو ده. الفيديو ده هم بداوا يحللوا الصوت وطريقه النطق بتاعت كل شخص فينا، بتحدد حجم الفم وحجم الانف، وبيقدر يعني يكون لك شكل او يدي لك مثلا 5 6 اشكال لشكل المحتال ده. والاشكال دي بتطلع اقرب للواقع جدا على فكره. يعني في حاجات هو ما بيقدرش يحددها قوي من الصوت، مثلا زي رسمه العين، الشعر، الوش، بس بقدر الامكان هو بيجيب لك اقرب 5 اشكال لشكل المحتال ده. ده التكنولوجيا اللي وصل ليها حاليا. تخيلوا احنا واصلين لحد فين. طيب من فتره مش بعيده قوي، من 2018 تقريبا 7 سنين بالظبط، كان التعرف لما بتتصل بخدمه العملاء في HSBC كان بيتم عن طريق الصوت. معنى كده ايه؟ معنى كده انه بيحلل صوتك قبل ما بتوصل له. HSBC Voice ID can tell true account holders from just their voice. Your voice becomes your password, which makes signing into your phone banking convenient and easy. Check your account balance. طب الموضوع ده مهم في ايه؟ مهم لانه HSBC في الفترة دي كان بيعمل التحويلات الدولية والمحلية عن طريق التليفون. يعني انت بتتصل تقول له انا عايز احول من عندي 100,000 من شخص، من محمد لأحمد، من عندي للشخص ده. بيعمل لك التحويل بالكامل عن طريق التليفون. وبالتالي السكيورتي في حاجة زي كده كانت مهمة جدا. السيستم بتاعهم كان بيحلل 160 متغير في صوت الشخص اللي بيتصل في ثواني، في اقل من ثانيه. وفي نفس الوقت بيحلل صوته وبيقارنه بالاصوات اللي قبل كده اللي كانت بتتصل على الخط، يشوف هو نفس الشخص اللي بيتصل ولا لا. لو لقى ان في حاجه غريبه بينبه فعلا الموظف اللي بيكلم الشخص ده وبيعرفه انه في اختلاف في الصوت، وهو مش قادر يتعرف على الصوت ده او شايف ان في حاجه غلط. دي التكنولوجيا اللي موجوده حاليا. قالوا ان التكنولوجيا اللي بقول لكم عليها دي بقى لها 7 سنين تقريبا. تفتكروا العالم دلوقتي وصل لايه؟ تعالوا نروح لجوله في الصين. في الصين حاليا الدفع والبيمنت بيتم عن طريق بصمه كف الايد. وبصمه كف الايد انت مش بتحط ايدك على جهاز او الماشين او الفيزا نفسها، انت بس مجرد ما بتحط ايدك في الهواء البيمنت او الترانزاكشنز بتتم او المعاملات نفسها بتتم. مش هقول لك لسه بنستخدم الفينجر او الصباع، بصمه الاصبع او بصمه الوش او بصمه الصوت، لا احنا وصلنا للمستوى ده. في اسلوب تاني من البنوك او طريقه تانيه من الدفع، ان انت بتعمل توقيعك على ابلكيشن او تطبيق في البنك وبتروح عند الماكينه اللي بتدفع عليها او الفيزا، بتعمل توقيعك في الهواء فوق الماكينه وهي بتتعرف على توقيعك. لو توقيعك صحيح بتكمل المعامله. التكنولوجي اللي موجوده مش طبيعيه والتطور اللي فيها مش طبيعي. ده هيخلي في اقسام بالكامل تروح من البنوك، وفي اقسام تانية او وظائف تانية لازم يتم استبدالها. ويظل برضو العامل البشري مهم جدا فيه، لانه بيقدر يحلل بعض الحاجات اللي ما بيفهمهاش الاي اي، زي مثلا اقسام الشكاوى، الكومبلاينس اللي هي الخاصه بالتحقق من الاوراق والحاجات اللي زي كده. دايما بتحتاج عنصر بشري يكون فاهم. ومع كل ده بتلاقي دايما ان الاخطاء او عمليات الاحتيال بتتم عن طريق خلل في العنصر البشري. الاحتيالات كلها بتحصل عن طريق ان العنصر البشري بيسمح بدخول المحتالين دول.